السلام عليكم، ازيكم اخواتي الغاليين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله حلوه جدا، يلا بينا افرجكم عليها، وكمان هفرجكم على المشتريات اللي احنا اشتريناها، مشتريات الاسبوع كده هتكفيني ان شاء الله. ايه يا ولاد الصوت ده؟ في ايه؟ اهدوا شويه، دايما لما اجي اصور يقعدوا يعملوا ايه في ايه؟ انا ما لحقتش، ما تهزريش. لا بطلي هزاري، اكيد بتهزر. المهم بس انا جبت طماطم وجبت بتنجان وكده. ايه اللي اتكسر؟ طب ثانية واحدة يا جماعة اما نشوف في ايه. انا ما لحقتش، انا لسه سايباكم بقالي دقيقة، ما كملتش حتى دقيقة والله، كام ثانية. تعالى يا جماعة نشوف في ايه. بس فرح قلت لك حاضر. في ايه؟ انا لسه سايباكم ما كملتش ثانية. تعالوا عملتوا ايه؟ ده ينفع المكان ده؟ انا كنت بعمل حاجات كده؟ اللي انتوا عملتوه ده؟ اللي ايه في ايه؟ ايه الصوت اللي انتوا عملتوه ده؟ ايه ده في ايه؟ ايه الصوت ده؟ انت ماسك بيه من فوق ليه؟ وريني. فين الموبايل؟ ايه اللي حصل له يا اختي؟ والله ما بيشتغلش وانا سايباه حلو. الله يخرب بيتكم يا شيخ. ايه انا عملت ايه؟ انا تعالى قول لي. اطلع انت. انا ما بهزرش. عملت ايه في التليفون؟ دي ماسكها ليه؟ بتنضف. مين اللي قالك تعمل كده؟ انت عملت ايه؟ طيب عليه قول لي، احكي لي عملت ايه عليه بسرعه. مش هيشتغل. عملت كده النهارده. يعني ايه بومي دي؟ يعني ايه؟ مين الجاك دي اصلا؟ انا دي بخبيها على طول فوق الدولاب، جبتها ازاي؟ شكلهم عامل في حاجه. في كسر اهي تحت. ادعي عليكم بايه يا حاجه؟ فصل ازاي؟ مش راضي يفتح خالص. ما هو لو فصل في كسر هنا صغير اهو. بس مش باين. بص المنظر، كسر صغير قوي. لو حصل حاجه للتليفون همسك امك، اقسم بالله وحياه ربنا. يا ابني ليه كده؟ ليه؟ امشي. طب انت مالك ومال التليفون؟ انت اصلا كنت قاعد في الاوضه الثانيه. انا بحب انضف. دي تصدق ان انت اما اجرب احطه كده على الشاحن يا اخواتي كده يمكن يشتغل. ده اللي بصور بيه عشان كان هيفصل شحن. والله العظيم يا سيف لو حصل له حاجه لا هتشوف انا هعمل فيك ايه، هموتك من الضرب. طب تعالى كده نجرب نحطه على الشاحن. هيشحن طيب ولا ايه؟ مش عارفه. قلت يا ماما. استنى بس يا فرح. انا مساند ولا اي حاجه، مش اصلا بيشحن. مش عارفه اعمل ايه. هنزل. لا مفيش اي حاجه. بعدين حاسه ان هو مخدوش كده من هنا ومن هنا اهو. هي مش باين لهم عشان مش منور، بس هو في حاجه فيه، عملوا فيه حاجه. انا هنزل تحت كده اشوف كده ايه، حد جنبنا في راجل جنب البيت كده، هشوف بقى هو هيقول لي ايه وارجع اقول لكم، عشان كمان لسه ما عملتش اي حاجه للغدا ولا كده. كعبوني في حوار اهو، كل شويه كسروا لي حاجه. هرجع لكم تاني. هنروح دلوقتي بقى نشوف المحلات اللي جنب البيت وهشوف كده الاسعار ايه. بفكر برضه اروح شارع عبد العزيز، بيقولوا فيه الاسعار حلوه وكويسه يعني، وكمان الناس هناك شاطره. لسه مش عارفه كده، هنزل اشوف كده المحلات اللي جنبنا الاول، وبعد كده لو لقيت بقى ايه في الاسعار متغيره هروح شارع عبد العزيز، واما ارجع هقول لكم الاسعار كلها ايه اللي لقيتها ان شاء الله. ادعوا لي بس تطلع حاجه بسيطه وما ادفعش كتير وما اخرمش فلوس كتير، لان الموبايل ده الشاشه بتاعته اغلى حاجه فيه بجد. بصوا انا نزلت دلوقتي بقى بالاسانسير، هتوكل على الله كده بقى واسال في المحلات. بصوا انا هنا يا جماعه، ده كان محل من المحلات اللي انا روحتها، حبيت برضه اصور لكم المكان وكده، وسالت فيه على الاسعار وكده. هو دلوقتي بيكشف على الموبايل. شوفوا هنا في حاجات كتيره خاصه بالموبايلات اهي، كفرات وشاشات وكده، وفي رينج لايت وكل حاجه اللي انتوا عاوزينه كله اللي خاص بقى بالتصوير وكده. هنا برضو في كفرات وفي برضو شاشات، في كل حاجه عنده. تمام. ان شاء الله الاقي ايه اللي انا عاوزاه والاقي مطلبي. الراجل اول لما مسكه قال لي الشاشه على طول وش كده، بصوا قالها لي في وشي. الشاشه يا جماعه مخدوشه من تحت، فهي جاب شاشه على طول، فصلت الشاشه خلاص محتاجه تتغير. بصوا هنا برضو دي بقى مايكات وكده، وده شواحن، لان برضو في ساعات الشواحن بتبوظ من الناس وكده، فاللي عايز شاحن يجيب باور بانك، كل حاجه موجوده هنا. خلينا بقى في مصلحتنا. والمهم هو قال لي الشاشه وانا اصطدمت وحاسه ان انا عايزه اعيط. مش عارفه بقى الشاشه دي هتكون بكام. هروح برضو محلين كمان تانيين وهشوف الاسعار ايه. هو هنا اداني سعر بس انا يعني ايه استغليته قوي. هروح محل تاني وارجع اقول لكم الاسعار عامله ازاي وفيها ايه ان شاء الله. تعالى يلا. الحمد لله. لسه طالعه من تحت، عوضي على الله بقى. لسه طالعه من تحت. الاسعار يا جماعه غاليه جدا. قال لي الشاشه فعلا اتكسرت. بصوا هي ممكن تبان لكم دلوقتي في خدش كده فيها. بصوا اهو، استنوا هحاول ابين لكم الخدش. المهم هي فيها خدش بسبب ان هو نفض على الحته، الجزء اللي تحت ده من المنفضه. جابت شاشه على طول، جابت شاشه وش كده،
الحمد لله، ربنا يا رب يعوضني خير ان شاء الله، فدى ابني وفدى اولادي. الاسعار غاليه جدا، سالت جنبنا كذا محل كده. اول حاجه في بدايه من 2500 الشاشه دي غير اصليه، الاصليه ب 3750. في واحد تاني قال لي 2000 ونص، وواحد تاني قال لي 3150. فالاسعار متفاوته جدا. المهم ان شاء الله ربنا يسهل واصلحها على خير. ادعوا لي، لان بصوا هتجلط، اقسم بالله هتجلط، حاسه ان هتجلط. التليفون ده يا جماعه غالي عليا جدا. جبت يعني جالي بصعوبه اول حاجه، وغالي عليا، فان هو حاجه تتكسر فيه دي مأساة بالنسبه لي. والحمد لله ربنا يعوضني خير. تعالوا بقى افرجكم على المشتريات برده، هنكمل بقى شغلنا والفيديو بتاعنا. بصوا المشتريات، جبت بقسماط. البقسماط انا بحتاجه كتير جدا، انا وابو سيف. انا بحتاجه في البيت ان انا ايه احمر بيه كده. وجبت كمان طماطم، ده خدني يا جماعه يقعد معايا للاسبوع. تمام، الطماطم ما شاء الله جايبه كميه. هو جبت بتنجان ابيض عشان ابقى اقليه وكمان اعمل محشي. بتنجان الابيض اهو جايباه عشان ايه ابقى احشي منه الكرنب مع الكرنب وكده، وكمان اعمله ايه محمر واخلل منه. وده ده برده فلفل رومي. وجبت كوسه، وجبت برده بتنجان اللي هو الاسمر دوت. جبت ليمون، شويه الليمون دول ب5 جنيه. جبت بقى بطاطس. البطاطس دي انا جايبه الشويه دول غاليين شويه ب25 جنيه. وجبت كيس المولت دون علشان زيت. وجبت يا جماعه شويه البصل مع الجزر مع البنجرتين دول، بنجر اهو، جبتهم ب25 جنيه برضه. وده العيش ده بحب قوي مع الكشري. انا هعمل النهارده كشري مصري اللي هو العيش المتحمص ده. جبته من تحت، انا ما رضيتش احمص بقى عشان الزيت والحاجات دي، جبته متحمص جاهز. جبت الحبه دول 3 دول ب2 جنيه ونص. وبرده جبت كلور علشان بقى الحوض عندي وكده. المهم انا طبعا اما نزلت وجيت كان ابو سيف سلق لي المكرونه والعدس برده على النار. هعمل بس الصلصه معاكم وخلاص. الصلصه واللي هي دقه الثوم، انا عندي دقه ثوم. بصوا كنت انا مسافره من كام يوم، كانوا جايبين هم كشري جاهز، عندي دقه ثوم اهي، فمش هعمل بقى خلاص، هو بس الصلصه وخلاص. هنا بقى كنا خلصنا الغدا بتاعنا، عملنا طبق كشري زي الفل وزي العسل. لو احنا هنشتري الطبق من بره دون هندفع مبلغ كبير جدا. اقل طبق كشري دلوقتي صغير جدا ب17 جنيه، في بقى 25 و30 وفي اسعار فوق كمان. عملنا برضو طبق سلطه عشان نبلع الاكل. ودي الكوسه اللي وريتها لكم من شويه، قطعتها كده وهخزنها في الفريزر لاي يوم كده ابقى اعملها بصلصه. غرفت للولاد. والطبق القليل ده بتاع سيف. العيش برضو المتحمص ده اهم حاجه، شويه بطاطس بقى محمره، واحط شطه بقى كده ايه على السلطه عشان تبلع معاكي الاكل. وزي ما قلت لكم دون الكيس بتاع التوم اهو، دقه التوم. برضه ابو سيف قال لي اعملي، قلت له حاضر. فبعد ما اخلص معاكم بقى الحته دي هعمل شويه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.